تشهد مسلسلات رمضان لهذا العام 2025 مشاركة عدد كبير من النجوم والممثلين المشهورين. فقد تخطت عدد مسلسلات هذا العام لأكثر من 30 مسلسل التي تم التصريح بذكرها لهذا العام 2025. نذكر منها ما يلي: مسلسل حكيم باشا، مسلسل درامي صعيدي من بطولة مصطفى شعبان، ويشاركه نجوم مصرية لامعة. مسلسل إيش إيش من بطولة مي عمر وماجد المصري، حيث ستقوم بدور راقصة في هذا المسلسل، كما سيشاركها في المسلسل زوجها محمد سامي. مسلسل المداح الجزء الخامس، أسطورة العهد. قرر صناع سلسلة مسلسل المداح إنهاء هذه السلسلة هذا العام بأسطورة العهد، التي تعتبر آخر جزء في مسلسل المداح، من بطولة حمادة هلال وكثير من النجوم المعروفة. مسلسل العتاولة الجزء الثاني، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمره وفيفي عبده وغيرهم. مسلسل فهد البطل، مسلسل درامي شعبي من بطولة النجم أحمد العوضي. مسلسل سيد الناس، بطولة عمو سعد وأحمد زاهر وأحمد رزق، وإخراج محمد سامي. مسلسل شهادة معاملة أطفال، مسلسل كوميدي من بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي. مسلسل وتقابل حبيب، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي. مسلسل الغاوي، بعد أن كان الكبير ل8 أعوام عاد ليكن الغاوي لهذا العام. قرر النجم أحمد مكي أن يغير شخصية هذا العام في مسلسل الغاوي، حيث يجسد شخصية شمس، كما يشارك مع النجوم المصرية. مسلسل جودر الجزء الثاني، للنجم ياسر جلال، وأبطالهم أبطال الجزء الأول. مسلسل كامل العدد، وأبطالهم أبطال الجزئين السابقين، بالإضافة إلى دينا الشربيني وشريف سلامة وحسين فهمي وإندي وغيرهم. مسلسل عقبال عندكم، وأبطالة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، ويشاركهما الفنان محمد ثروت وعلاء مرسي ونجوم أخرى لامعة. مسلسل منتهي الصلاحية، وهذا المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يناقش قضايا خطيرة، من بطولة محمد فراج وإخراج تامر نادي، والمسلسل مكون من 15 حلقة فقط. شكرا على المشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.